لو عينيك بالمنظر ده او بالمنظر ده، مرهق في وسط اليوم ومش قادر تركز، يبقى انت كده عايز تنام يا محسن. هنعمل ايه؟ خد يا محسن مشاكل من هنا لبكره. في دراسة بتقول إن النوم أقل من 5 ساعات يوميا بيزيد من خطر الإصابة بالضغط والسكر وزيادة في الوزن والاكتئاب وضعف المناعة، بالإضافة إلى فقدان الخصوبة. سلم اشوف المصيبه دي. معقول؟ لا لا لا، انا اكتئبت فعلا. السلام عليكم. ببساطة لأن النوم أقل من الطبيعي بيضرب الساعة البيولوجية وإفراز بعض الهرمونات المهمة للجسم، زي هرمون التستوستيرون عند الرجل وهرمونات التبويض عند الأنثى. ننتقل ونسأل سؤال: ليه ناس بتنام بعمق وتحلم أحلام سعيدة وناس نومها خفيف؟ ناس بتصحى فايقة وناس بتصحى مش فايقة. ده بيرجع إن في مراحل النوم. أول مرحلة اللي هي مرحلة النوم ريم سليب أو حركة العين البطيئة، اللي هي عبارة عن 3 مراحل. أول مرحلة اللي هو مرحلة التشفيت من الاستيقاظ من النوم. بالبلدي كده صاحي نايم، ضغط الدم بيقل، معدل التنفس بيقل، شغل المخ بيقل، العضلات بتبتدي ترخي، حركة العين بطيئة، والمرحلة دي بتغيب حوالي 5 دقائق. المرحلة الثانية النوم بيبدأ يبقى أعمق، العضلات بتريلاكس أكتر، حركة العين بتقف ودرجة حرارة جسمك بتنخفض. المرحلة اللي بعد كده بقى بتغيب حوالي من 30 ل 60 دقيقة، وهي الأعمق في النوم وصعب حد يصحيه. ولما بتصحى في المرحلة دي بقى بتبقى شوية كده مش مدرك اللي بيحصل حواليك. ثانيا مرحلة الريم سليب أو حركة العين السريعة، اللي فيها عقلك بيتعامل مع المعلومات اللي أخدها طول اليوم ويخزنها في اللونج تيرم ميموري أو الذاكرة طويلة المدى. بالإضافة لكده الأحلام بتحصل في هذه المرحلة. ممكن يحصل حاجة في المرحلة دي ممكن تكونوا سمعتوا عنها، اللي هو الجاسوم أو شلل النوم، اللي هو بيبقى شلل مؤقت في العضلات ومش عارف تتعامل مع الحلم. والسايكل دي بتحصل بالترتيب زي ما ذكرت، من أول ما بتخش في النوم لغاية ما بتصحى من النوم، وبتتكرر من 4 ل 6 مرات في الليل. في النهاية ما تنسوش تدعوا لإخواتنا في غزة في اليوم ال 117 من الحرب، وأوعى تعتاد المشهد.